ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملة ازاي دلوقتي في الايام اللي قبل العيد؟ هي مليانة فرحة، بس الضغطة اللي احنا فيها ضغط الدباديب. فتعالوا النهاردة نتكلم في الموضوع ده. انا دلوقتي الساعة 1 بالليل، المطبخ لسه منور حلو، لسه كام حاجة كده صغيرة عايزة تتعمل، الهدوم على الحبل، فاضل كام حاجة عايزة تتنضف. كل شوية اقول هو العيد ده مش المفروض يجي عشان يفرحنا؟ امال انا تعبانة ليه كده؟ وايه الزحمه اللي حواليا دي؟ انا جالي احساس مختلف جدا، هو ده اللي خلاني ان انا افتح المايك واتكلم معاكم دلوقتي. الايام اللي قبل العيد بيبقى فيها كل حاجه بتجري، العيال بتجري، كل واحد عايز لبسه يتجهز، البيت لازم يكون بيلمع، كل واحد فاكر ان ماما السوبر هيرو دي، انتي بتحاولي تعملي كل حاجه، مفيش وقت تبصي حتى لنفسك في المرايه. بس الزحمه دي دليل انك بتحققي جو فعلا لعيالك. انا ايام ببقى متوتره، مش عشان الشغل الكتير ولا عشان خايفه احس ان انا قصرت، بس الحقيقه دلوقتي ان اللي بيحبوني مش مستنيين مني ان كل حاجه تكون كامله. ولادي مش هيفتكروا ان الارقام كلها كانت متنضفه وبتلمع، هيفتكروا ان احنا ضحكنا في اليوم ده وهما بيلبسوا لبس العيد، هيفتكروا ان احنا كنا قاعدين ناكل كحك سوا ونكسره على الارض، هيفتكروا في الايام اللي فيها نزلنا نشترينا حاجات جديدة، الحاجات اللي بناكلها ليلة العيد، كل الحاجات دي هما بس اللي هيفتكروها. مش هيفتكروا النظافة، مش هيفتكروا المكان اللي تحت السجادة كان عامل ازاي ولا ورا الكنب كان عامل ازاي. انا بتعلم اخد لنفسي بريك في الزحمه، ممكن اقف دقيقه قدام الشباك ابص على وش ابني وهو نايم، اشرب شاي وانا سايبه كل حاجه ورايا بايظه. في لحظات صغيره جدا ممكن لا تتعدى 3 4 دقايق، بس هي دي اللي بتريح نفسي من جوه، بتفهمني ان انا لسه موجوده وان انا كويسه. عدى علينا كذا عيد وانتي مرهقه، وكل مره بتطلعي حاجه جديده. مره اتعلمت ان انا مش لازم اعمل كل حاجه في مرة واحدة، ممكن أنا أقسم مجهودي على الأسبوع أو على أسبوعين من قبل العيد. مرة تانية خليت عيالي مثلا يساعدوني، حتى لو الدنيا اتبهدلت هما مش هيعرفوا يعملوا كل حاجة زي ما انتي بتعمليها، بس حلو ان انتي عارفة تخلقي جو حتى للمشاركة. مش كل حاجة لازم تطلع بيرفكت، المهم ان هما نفسهم يبقوا بيرفكت في مشاعرهم، حاسين بإيجابية، هما اللي حاسين بالعيد، هما اللي فرحانين بيه، يحسوا زي ما احنا كنا بنحس. انا عارفة ان الايام دي ضغطة جدا، ضغطة وصعبة، والنزول كل شوية عشان نجيب حاجة كانت ناقصة، وان احنا نروح نشتري طلبات البيت، نشتري هدوم، الزن بتاع الأطفال زن جامد جدا. كل حاجة بقى مستنياكي، محدش هيصبر عليكي لو مثلا جوزك رجع ملقاش أكل مش عارف ايه. كل واحد برضو عايز حاجته تبقى كاملة، يعني كل واحد ملوش ذنب، الطفل عايز انه يلعب، زوجك محتاج انه يجي يلاقي مثلا أكل كويس، بيت نضيف إلى حد ما كده. بس حاولي تستمتعي بالوقت، يعني انتي نازلة عشان تشتري لبس، استمتعي باللبس، انزلي وبصي على الشوارع شوفي الدنيا فيها ايه، بلاش نبقى ضاغطين عليهم، خليهم هما كمان يحسوا بالفرحة بتاعة العيد، خليهم ينزلوا معاكي يختاروا اللبس. مثلا متعبين في شراء اللبس، شوفي طقمين انتي الاتنين عاجبينك فعلا، وقولي لهم طب تختار ده ولا تختار ده، ايه رأيك يا حبيبتي، الفستان دوت ولا البلوزة دي، ايه رأيك في حاجتين انتي فعلا هما عاجبينك، طب ايه رأيك في ده ولا ده، انا شايفه ان ده مش هيبقى مناسب عليك، لا يا ماما عاجبني ومش عارفه ماشي اوكي قيسيه، لا مش احسن حاجه عليكي، بص طب قيسي كده دي واو خطيره عليكي، مش هتيجي طبعا من اول مره لان الاطفال برضو يعني اذكياء جدا وعندهم رأي وكل حاجه، بس خلينا نديهم الاختيارات اللي احنا كده كده سامحين بيها. طب خلينا في ده، خلينا في ده، ما تخليهمش يعندوا معانا، عشان هيعندوا اول ما يلاقونا احنا عايزين حاجه، لا احنا يا ماما عايزين دي بقى، مش هنخليكي تعملي ده، احنا عايزين ده، فاستمتعي بالموضوع. طب يلا خلينا نخلص بقى بسرعه علشان هروح اجيب لكم المكسرات اللي نفسكم فيها، سوداني بقى مش عارف ايه الحاجات دي، طب يلا علشان نشوف بقى الشوكولاته اللي هنجيبها للعيد. خلي الطفل يبقى استيعابه اكبر من استيعاب ان هو نازل يجيب هدوم بس، احنا نازلين نجيب هدوم ونازلين نجيب حاجات للبيت ونازلين نجيب مش عارف ايه، يلا شيل معايا يلا ساعدني حتى لو حاجه صغيره. مش هيبقى تركيزه كله في ان هو يعند معاكي في اللبس، هيبقى فاهم لما بتكبري الطفل هو والله بيكبر. كل عيد بيعدي بيخلي تفكيري يتغير، وبيخليني اكبر من ما انا، كل ما بشوفهم بيجروا ويلعبوا بحس ان كل لحظه فيها تعب هي ليها تمن. ولو انت دلوقتي في زحمة العيد وسط الحلل الكتير والمواعين والطلبات اللي ما بتخلص، احب اقولك حاجة، خدي نفس وانت جوه اللحظة اللي انت تعبانة فيها، فيها بركة، حتى لو انت تعبتي فيها انت بتعملي حاجة عظيمة، انت بتخلقي فرحة لبيتك، بتعملي ذكريات، انت النور اصلا اللي جوه العيد.
وكل سنة وانتي طيبة، مش عشان العيد لكن عشان انتي إنسانة بتدي من قلبك، وكل سنة وانتي شايفة نعمة وسط الزحمة اللي انتي فيها. لو عجبك الفيديو أو تعرفي نفسها تسمع الكلام ده، بليز شير الفيديو ليها، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان كل ما ننزل فيديو يجيلكوا إشعار بكل حاجة جديدة. باي باي.